السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في سلسله وما خفي كان اطعم. السلسله اللي احنا بنجيب فيها مطعم مشهور قوي باكله معينه، بس بنجرب من عنده بقيه الحاجات اللي في المنيو اللي هو ما حدش بيطلبها تقريبا، عشان نشوف بقيه الحاجات دي حلوه وتستحق ان احنا نجربها ولا الحاجات دي اي كلام اصلا، وعشان كده ما حدش بيجربها ولا حد بيتكلم عنها. فيديو النهارده عن مطعم من اقدم المطاعم السوري في مصر، وهو ابو مازن السوري. دايما المطاعم السوريه دماغنا بتروح في اكتر حاجتين، وهما الشاورما والمناقيش، وانا واحد من الناس بدوس في الشاورما اكتر. ففيديو النهارده بقى هنشوف بقيه الحاجات اللي مستخبيه في منيو ابو مازن. يعني ابو مازن ده اصلا طلع عنده حواوشي وكريب وبرجر ومشويات ومكرونات، في عنده حاجات كتير. فالنهارده انا جايب تشكيله محترمه كده بحيث ندوق ونشوف. بس قبل ما نبدا الفيديو، مش مشترك اشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو، ونخش على التشيكن فاهيتا. طبعا حد هيجي يقول لي طب يعني تشيكن فاهيتا مش حاجه غريبه ان انا ليا في مطعم سوري؟ اقول لك ماشي، بس انا حبيت اشوف التشيكن فاهيتا عندهم يعني عامل ازاي. يعني معروف الفاهيتا بتبقى قطع فراخ رفيعه ومعاها مثلا فلفل بصل زيتون، فعايز اشوف هنا الدنيا عامله ازاي. السندوتش ده عامل 55 جنيه شامل الضريبه. طيب هو قال لي انت عايزه في عيش صاج ولا فرنساوي؟ قلت له لا خليه فرنساوي. تلاقي شرايح فراخ متقطعه قطع محترمه كده، وفي بصل وفلفل الوان وصوص كتير قوي. طب خلينا نشوف الكلام ده بيقول ايه. بسم الله. طيب بدايه جامده جدا. سندوتش فاهيتا قوي قوي، ما فيهوش افتكاسات، ما فيهوش اختراعات. هو سندوتش الفاهيتا البيزك، قطع الفراخ مع البصل والفلفل. يمكن بس بالنسبه لي كان ناقصه مثلا ايه تاتش الزيتون، بس ما يتحطش كتير، لان الزيتون لما بيتحط كتير في الحاجه يبوظ طعمها، عشان الزيتون اصلا طعمه قوي. البصل والفلفل متشوحين حلو، الفراخ تتبيلتها حلوه ومتشوحه حلو، الصوص اللي موجود ده مخلي السندوتش طري قوي. سندوتش جامد جدا. اما بالنسبه للعيش، هو العيش مش في احسن حالاته، بس قشطه تمام. يعني مش العيش الفريش ومش البايت، يعني ايه ما بين البنين. فبدايه موفقه لابو مازن السوري. نخش بقى على اللي بعده، ونخش بقى على الحواوشي. هنشيل الطبق ده كده. الحواوشي ده بقى بكام؟ الحواوشي ده ب 30 جنيه، فطبعا سعر كويس جدا. والجمله المعتاده يعني كل حاجه كده جاب ولا استرتش، بس ايه شلناها عشان التصوير. تفتح بقى كده الحواوشي، يعني شكله مش عاطفي خالص. يعني شكله كده مش اللي هو. بس الحواوشي بقى هنا هو مش معمول في عيش بلدي، هو معمول في عجين. يعني هو انت اول ما تشوفه كده تحس اللي هو ايه، في النقر الحمراء دي، تحسه لا ده عيش بلدي. بعد كده لما تركز تلاقي لا ان هو عجين مش عيش. لان كمان وانا بطلبه قال لي يا فندم الحواوشي سبايسي، قلت له تمام. ولما اكد عليا الاوردر قال لي يا فندم باكد عليك ان الحواوشي سبايسي، فانا متوقع ان السبايسي بتاعه هيبقى غبي، يعني ما بيتفهمش. طيب انا شايف هنا كميه لحمه كويسه جدا، مش طبقه لحمه رفيعه خالص، وفي حتت فلفل احمر صغيره قوي موجوده. هي دي بقى اللي تقلق. ابتديت اعرف هو ليه بيقول لي ان ليه اكد عليا ان هو سبايسي. هو في الاول ايه ده؟ في الاول بتحس ان ايه ده السبايسي خفيف، يعني انتوا بتهرجوا يا جدعان. كان السبايسي بيقعد يعلى يعلى يعلى، لا دلوقتي في ليفل قوي. ايه ده؟ انا جات لي زغطه. ايه ده؟ الحمد لله. طيب هو مش زي الحواوشي المصري خالص، يعني السبايسي فيه زياده قوي، بس في نفس الوقت الحواوشي مش حرش، بمعنى ان البهارات المحطوطه على الحواوشي مش كتير، نسبه الدهون فيه معقوله شويه، يمكن ناقص سوى سنه بسيطه سنه. بس العجينه نفسها كويسه، مش حلوه قوي مش وحشه، يعني عاديه تمام. يعني اخواتنا السوريين برضو يكتبوا لنا في الكومنتات، هل الحواوشي بيتعمل بالطريقه دي؟ يعني ما بيتعملش في عيش، بيتعمل في عجينه ولا ايه النظام؟ انا بالنسبه لي ممكن افضل العيش اكتر، يمكن عشان متعود على كده مش اكتر يعني. بس حواوشي حلو مختلف. والحواوشي ده يعلمني ان لما حد ياكد عليا كويس قوي في حاجه معينه، يبقى هو بينبهني ان الحاجه دي تقيله يعني. طيب خلينا نخش على بعضه. نخش بقى اللي بعده، وهي مكرونه بولونيز باللحمه والجبنه. افتح بقى كده يا معلم. تلاقي ايه الموتزاريلا على الوش كده مع قطع اللحمه الصغيره دي. بقى عامله كام؟ دي عامله 50 جنيه. هو جايب لنا برده كاتشب، وجايب لنا الشوكه دي، بس انا شلتها يعني من البتاعه دي. جايب لنا واحده ثانيه برده فيها معلقه، بس احنا النهارده مش محتاجين معلقه في حاجه يعني. قلب بقى كده يا معلم. انا حاسس من شكلها كده ان الصلصه بتاعتها قليله، بس خلينا ندوق نشوف. الصلصه ما جاتش، يعني هي متلحسه صلصه، المفروض الصلصه تزيد عن كده شويه. طيب هي قطع اللحمه موجوده بكميه كويسه. الجبنه الموتزاريلا كميتها مش كتير ومش قليله، يعني قشطه شغاله. بس الصلصه قليله جدا جدا. يعني الصلصه هنا لو كانت كتير كانت هتخلي المكرونه تحسها غنيه كده او مخدومه. لا انا الطبق ده ما عجبنيش خالص. يعني اصلا ما فيهوش حاجه، يعني هو مكرونه ولحمه وجبنه، ما فيهوش اختراع. لا ده اوت بالسلامه. نخش على بعده. ونخش على اللي بعده، وهو ساندوتش رانش تشيز برجر. انا عاجبني قوي العلبه، راسم لك عليها 3 سندوتشات كده، وكاتب الانواع بتاعتهم ولوجو ابو مازن وحركات. فالمفروض ان احنا نتوقع ساندوتش برجر قوي، طالما هو يعني ايه مخدم عليه في العلبه بتاعته كده. افتح بقى كده.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني العيش جاي يعني مش كأنه جاي من فرن، هو مش من فرن، من فرنة. العيش وحش قوي قوي من قبل ما ادوقه. ادي قطعة البرجر وفوقيها صوص جبنة، وفي تحت بصل وطماطم وخيار ومايونيز. ماشي، هو انا مش شايف صوص رانش. ماشي، دي اول حاجة. تاني حاجة، فكرة انت تحط لي خيار مع برجر دي يعني هي اذواق، بس دونت ميكس خالص. ده المفروض ما يجيش مع ده خالص، ما يتقابلوش. السندوتش ده عامل كام؟ ده عامل 53 جنيه شامل الضريبه. ماشي، خلينا ندوق يمكن يخيب ظني. هو السندوتش بصراحه حجمه كبير. شريحه خيار وقعت. يا بص، حط خيار قد ايه يعني، يا ريته مثلا مقطعه حتت صغيره. احنا كنا بادئين بدايه كويسه يعني، انا مش عارف ايه اللي حصل. ساندوتش البرجر يمكن كمان ما عجبنيش اكتر من المكرونه. يعني المكرونه مشكلتي بس كانت في الصلصه، لحمه وجبنه موتزاريلا تمام، انما البرجر لا. يعني انا ما فيش حاجه حلوه. يعني اولا ما فيش صوص رانش، صوص الجبنه طعمه مش حلو. قطعه البرجر يعني مش عارف احس فيها بطعم اللحمه قوي. انا برضو مش متوقع ان السندوتش يعني ب 53 جنيه ان انا هاكل لحمه صافي، بس دي يمكن انا هعذره شويه لان قطعه البرجر كبيره وسميكه. ده غير العيش بقى، يعني العيش مش حلو خالص. هو في صوص تحت كده خالص خفيف قوي وشبه ملوش طعم اصلا، فده في الغالب بالنسبه لهم هو صوص الرانش يعني اوت. ما عجبنيش خالص. نخش على اللي بعده. نخش بقى على الحاجه اللي بعد كده وهي الكريب. ده هنا اسمه كريب صاروخ ميكس فراخ، عامل 60 جنيه. هو جايب لنا معاه علبه خيار مخلل كده. انا مش عارف ايه علاقه الخيار المخلل بالكريب، بس قشطه يعني. هو حط جوه كفر ده كده وجوه ورق فويل كمان. طيب انا شايف قدامي هنا قطع شاورما فراخ وبانيه وستريبس وزيتون اخضر وطماطم وفلفل. بالمناسبه العجينه بتاعت الكريب شكلها تحفه يعني، كشكل وكملمس. يعني شكلها فعلا طريه جدا وحلوه. هو طيب كعجينه كريب هو ممتاز يعني، انا عجبني جدا. انا كمان واحد من الناس اللي بحب العجينه تبقى طريه مش مقرمشه. بس هنا فكره الشاورما الفراخ مع البانيه والستريبس، حاسس ان الاتنين مش ماشيين مع بعض. يعني ذوقي الشخصي الفراخ اللي هتحطها في الكريب يا اما تبقى كلها مقليه يا مشويه، لان الشاورما دي تعتبر حاجه مشويه مش مقليه يعني. فميكس الحاجه المشويه مع المقليه دي ما عجبنيش بصراحه. ده غير ان الطماطم والفلفل اللي هنا مش متشوحين، محطوطين صحاح كده. فمتهيألي يعني كذوق الشخصي لو شالوا شاورما الفراخ لا الكريب هيبقى حلو. يعني انا اي قطمه بيبقى فيها الشاورما فراخ بتضايق. لما باكل بقى البانيه مع الستريبس لا الدنيا تمام. والدنيا تمام مش اللي هو اللي انا منبهر بالكريب لا، يعني قشطه تمام شغال مش هيضايقني. طيب برضو مش قد كده، بس مش هقول اوت يعني، هو مش وحش، بس يعني ده مجرد ذوق شخصي. طيب خلينا نخش بقى على اخر حاجه معانا وهي وجبه المشويات. دي بقى الوجبه دي كده. دي هنا وجبه ميكس جريل عامله 140 جنيه شامل الضريبه. بيجي معاها طحينه، طبق صغير كده، ده في الغالب طبق الرز. ايوه عشان كده جايبين لنا المعلقه صح. في رغيف عيش كده وقطعه سمبوسك وبطاطس محمره، وفي صباعين كفته وقطعتين كباب وقطعتين شيش طاووق وقطعتين صدور فراخ. طيب هو كان في بتاعه تانية فيها معلقه بس انا مش فاكر هي فين بصراحه. خلينا ناكل الرز بالشوكه. هو اصلا في الاتيكيت والحاجات دي بيقول لك المفروض الرز بيتاكل بالشوكه. انا عن نفسي باكله بمعلقه، واعتقد تقريبا 3/4 شعب مصر بياكلوا بمعلقه. الرز دلع قوي يعني، تحس ما عليهوش نقطه ملح. نشوف البطاطس. طيب مش هنركز مع البطاطس لان البطاطس دايما بتتظلم لما بتيجي دليفري يعني. فخلينا نبدا بايه، بصباع الكفته. حجم الصباع يعني كويس ولونها غامق شويه مش فاتح كده. انا فاكر انا تقريبا جربت المشويات من عند ابو مازن من حوالي سنتين ثلاثه، والكفته اللي انا فاكره يعني ان هي ما بسطتنيش خالص. يعني كفته كان بعيده قوي عن الكفته المصري بتاعتنا. هنا الكفته مش هقول لك كفته حياتي بقى وتقيله وبتاع، بس ايه قريبه منه شويه. يعني هي مش قريبه خالص من الكفته اللي بتتعمل على الجريل لا مش كده يعني. حتى العلامه بتاعت سيخ الكفته موجوده اهي، دي العلامه اهي بتاعت سيخ الكفته. فهي كفته معموله على الفحم وريحه الفحم باينه فيها، مش بقوه بس قشطه يعني. هي قريبه شويه من كفته الكباب، فتمام لطيفه كويسه. خلينا بقى نشوف الكباب كده. الكباب هنا برضو نفس النظام يعني، برضو مش نفس الكباب بتاع الحاتي لكن قرب منه شويه يعني كباب. بس هنا مشكلتي معاه ان ما فيهوش حته الدهن اللي بتبقى موجوده مع الكباب. دي بتفرق جدا في طعم الكباب. بس كتتبيله كباب يعني هو بيحاول يقرب من الكباب بتاع الحاتي بس لسه ما وصلوش يعني. فمحاوله لطيفه كويسه، بس مش الحاجه المميزه اللي انا جايبها من هناك تاني سواء هو او الكفته. بس ما ضايقونيش يعني، لطاف شغالين. خلينا بقى نشوف الشيش طاووق، لان الشيش طاووق شكله مجرم يعني، شكله جامد جدا. شيش طاووق طري بيدوب في البق كده، واخد سواه مظبوط قوي، ريحه الفحم باينه فيه، توابله جامده جدا يعني. اعتقد لو كنت جبت سندوتش شيش طاووق من هناك كان هيبقى عالي قوي. انا الشيش طاووق عجبني يعني، احب ان انا اجيبه من هناك كتير. طيب خلينا بقى نشوف كده صدور الفراخ.
دي هنا المفروض صدور فراخ، يعني المفروض تبقى ايه، مش هقول ناشفه بس يعني ما تبقاش طريه قوي وهي بتتقطم، بس الفراخ طريه جدا. ايه ده؟ ده ابو مازن ما بيهزرش في الفراخ، جامد رهيب والله رهيب. طيب الفراخ نفسها التوابل بتاعتها متوسطه، مش كتير مش قليله، بس طريه جدا جدا. يعني تحس ان هي مش صدور فراخ، انت كانك بتاكل وراك من كتر ما هي طريه، مستويه كويس قوي، ما بتعضش، لا جامده جامده. لا انا اتبسطت قوي من الفراخ عامه جدا يعني. طيب خلينا نشيل الكلام ده من قدامنا والخص لكم التجربه. طيب والله كانت تجربة لطيفة بأسعار كويسة، يعني بالنسبة لارتفاع الأسعار الرهيب اللي بيحصل في كل حاجة دلوقتي. طيب بالنسبة لأكتر حاجات عجبتني، رقم واحد ساندوتش فاهيتا الفراخ، ويجي من بعديه الشيش طاووق وصدور الفراخ اللي كانوا موجودين في وجبة المشويات. يعني دول أحب إن أنا أجيبهم مثلا كوجبة لوحدهم، أو إن أنا أجيبهم مثلا في سندوتشات، يعني هيمزجوني جدا. يعني هو فعلا أبو مازن متميز قوي في الفراخ. أما بقية الحاجات اللي جت النهاردة يعني كل حاجة بيبقى فيها تركة. يمكن الحاجة اللي اتظلمت شوية معايا الكريب، لأن الكريب كان هو مشوي على مقلي، فدي ما عجبتنيش. ممكن لو انا مثلا جبت كريب ستريبس هيعجبني جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبكم تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.